يلا بقى دي فتره مراجعه، فانا هعدي على الدرس ازاي كده اهو، يلا احنا بنراجع بقى. لا، فتره المراجعه معناها ان انت بتمحص وتفحص كل حاجه انت قراتها قبل كده وذاكرتها قبل كده، بل بالعكس كمان بتزود وبتربط وبتعمل علاقات ما بين اجزاء المنهج اللي انت ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. يعني مثلا هتلاقي في حاجات في الدعامه ليها علاقه بالهرمونات، ليها علاقه بالمناعه، ليها علاقه بالدي ان ايه والار ان ايه. الحاجات دي عمرك ما كنت هتفهمها في اول السنه. دلوقتي فتره فهم يا شباب. خلوا المراجعه السريعه ديت ليله الامتحان، وقتها بيبقى ليه نظام تاني. الحاجه الثانيه، رغم الحاجة الأولى إن هي مش تلصقة، ولكنها بتبقى أسرع وبتبقى أبسط من المرة الأولى. في المذاكرة الأولى يا شباب الدعامة والحركة بتشرح مثلا يعني في شهر ونص، إحنا في المراجعة النهائية هنخلصها في أسبوع ونص. الموضوع أسرع بكمية حل أكتر. يعني أنت قعدت شهر ونص بتحل فيه كتابين اللي هو معانا في الكورس يعني الامتحان والمرجع، وقيس على كده بقى الكتب الثانيه. يعني مثلا في الفيزياء كنت بتحل الامتحان والوسام او الامتحان ونيوتن، خدت مثلا شهرين بتحل على الكهربيه. انما دلوقتي هتاخد اسبوع واحد بس تحل 3 كتب. ليه؟ لان انت مش لسه بتستوعب المعلومه، انت فاهم المعلومه اوريدي، بتراجع عليها وبتربط وبتزود الحاجات اللي هي سهله اوريدي، فالمفروض هياخد وقت اقل. 3، حاول بقدر الامكان ان يبقى معاك كشكول لمراجعه كل ماده، وحاول ان انت تمشي فيه بنظام وتسكم وتكتب لنفسك كل حاجه انت هتحتاجها في المراجعه، واي حاجه تحس ان هي جديده وتستاهل ان هي تتكتب اكتبها. ولكن نصيحه برضو، مش كل حاجه تكتبها، لان في حاجات انا عارفها انا حافظها هكتبها تاني ليه؟ مش لازم عشان ما تاخدش من وقتك. الحاجه بس المعلومه اللي انت حاسس ان هي لا معلومه جديده انا ما كنتش واخد بالي منها، اكتبها ودونها عندك في الملاحظات، عشان الكشكول دوت لما تيجي مثلا لشابتر كامل عايز تراجع على الحاجات اللي انت ما كنتش عارفها فيه او الحاجات اللي واقع فيها هتلاقيها متجمعه في الكشكول دوت. والحقيقه الموضوع دوت انا هفصله لما انزل لك فيديو عن مراجعه الاحياء خصوصا، انا بتكلم دلوقتي بشكل عام عن المواد كلها. رقم 4، وانا شايفها بصراحه مهمه جدا ان لم تكن الاهم، ثق في مدرسك. بصوا يا شباب، ايا كان المدرس انت مشترك معاه، سواء بقى في الفيزياء في الكيمياء حتى في الاحياء، سواء انا او غيري، حاول تثق فيه شويه. كون ان انت اشتركت معاه فانت واثق فيه، كمل الثقه ديت بان انت تمشي معاه. يا شباب تعدد المصادر مش حاجه حلوه خالص، ان انت في ناس بتضيع وقتها. بسمع كل الناس ده بيحل كتاب الامتحان وده بيحل كتاب المرجع وده بيحل كتاب التفوق وده بيحل نيوتن ده بيحل الوسام ده بيحل مش عارف ايه، وانت متنطور. لا انت كملت كتاب مع مدرس ولا انت شفت مدرس بيتكلم ازاي. كل واحد بيقول معلومه صح، في ناس بتغلط ودول قليلين، لكن كل الناس بتتكلم في الصح، بس كل واحد ليه طريقته. تعدد المصادر بيشتتك. وهنا برضو لازم انبهك ان ماشي ممكن يكون الفلان الفلاني حلو جدا في الكهربيه، بس فلان الفلاني حلو في الحديثه، فانا هتابع مع ده الكهربيه ودوت الحديثه، مفيش مشكله. دوت حلو في العضويه فانا هتابعه في العضويه، دوت بيشرح البيولوجيا الجزيئيه كويس، قشطه ما عنديش مشكله. انما تعدد المصادر ويا لهوي المدرس ده مراجعته حلوه بس دوت يعني بيقولوا هيحل اكتر بس ده بيحل احسن، يعني طب اشترك مع مين؟ بتلاقي ان شهرين خلصوا وانت ما عملتش اي حاجه. المدرس اللي انت اشتركت معاه ركز معاه ومالكش دعوه بالمدرسين التانيين بيعملوا ايه، مالكش دعوه بمنصاتهم فيها ايه، ركز في المدرس اللي انت معاه. بطل عياط وعبط وبطل تعيش دور الضحيه. انا برد على الناس اللي عايشين دور الضحيه بكلمه واحده بس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايا كانت الظروف اللي انت محطوط فيها احنا ممكن نقدرك ونقول ان الظروف ديت صعبه، ولكن مفيش اي ظروف في الدنيا تستدعي ان انت تعيش دور الضحيه وتستجلب الشفقه من الناس. واعد بقى اللي هو انت ما تعرفش انا وتقعد انا وتأنن كتير وحياتك بتضيع، مش هتاخد خطوه في حياتك. في ناس كده بيدمنوا دور الضحيه دول، كل ما يقع في مشكله هو بيعمل ايه؟ ما بيدورش على حل المشكله، هو بيدور ازاي اوضح للناس ان انا عندي مشكله، ازاي اوضح للناس قد ايه حياتي مزربل جدا وانا بائس جدا وهعيط والناس يعيطوا واشتري شفقه منهم. ايه خدت ايه من الموضوع ده؟ خدتش اي حاجه، انت ما تقدمتش في اي حاجه. واقول لك حاجه، الناس بعد كده هيكرهوك هيسأموا منك. اخلص، دوس يا حبيبي، دوس، ما تقفش. ازاي تنجز حاجات اكتر، ازاي تخلص اللي وراك بصورة يعني احسن. اولا الاستعانة بالله، لازم يا جماعة الخير، لازم. يعني سبحان الله يا شباب، انا بحس الجملة الكليشيه قوي بتاعت الافلام اللي هي استعنا على الشاء بالله. استعنا، انا زمان كنت بسمعها استعنا على الشاء بالله، مش فاهم يعني، مش فاهم التركيبة، بس شوية كده وفهمت. استعنا على الشاء بالله سبحانه وتعالى، استعنا على الشاء بالله، واخد بالك؟ فجميلة خالص 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 يا شباب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وانك تكون في معية الله بتسهل والله كل عسير، بتسهل جدا جدا. وانت حتى تلاحظها مع نفسك كده، لما تكون انت
بتعمل حاجتين صعبتين، يعني حاجتين كل منهما صعب في موقفين مختلفين. ممكن في الموقف الاولاني تستصعبها جدا وتبقى صعب عليك جدا وتنفيذها في مشاكل وبتاع، وفي مره تانية حاجه صعبه برضو وتخلص عادي وانت ما تعرفش خلصت ازاي. تستعين بالله ازاي؟ انك تثق في ربنا سبحانه وتعالى، تستعين بالله سبحانه وتعالى، تستحضر قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان انا يا رب ما اقدرش من غيرك، وان انا يا رب ما اقدرش انجز من غير توفيقك، وان انا يا رب بدون تيسيرك ولا حاجة، انا ولا حاجة، ما اقدرش اعمل حاجة. في كده فويس حتى منتشر للشيخ امجد اللي هو انا ولا حاجة، جميل قوي قوي قوي. لا انت فعلا ولا حاجة، انت مهما تروح وتيجي وتتعلم وتبقى كبير ومش عارف ايه، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني العلم اللي في الكون ده كله ده يا رب قليل، قليل. تخيل. كمان سبحان الله برضو من الايات اللي بتستهويني جدا 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 في القران بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. طبعا هو ايه يعني بتحث على التواضع وكده، وانك ما تتكبرش، ما تمشيش في الارض مرحا او مرحا يعني. ولكن انا بشوفها من منظور تاني شويه صراحه، اللي هو ما تشوفش نفسك، لا تعجب بنفسك. انت باشا دبدب في الارض كده، يعني دبدب في الارض، تعرف تخرم الارض؟ طب شب كده للسماء، تعرف توصل للسماء؟ لا. فانت يعني انت فاهم بقى، واخد بالك؟ فالشاهد يا شباب، انت بدون الاستعانه بالله سبحانه وتعالى ولا شيء. يبقى انت تستعين بالله، تستحضر في نفسك كده ان انا بدون الله ولا حاجه. فان شاء الله يا جماعه ده يكون سبب للتوفيق والتيسير الفتره القادمه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه يا شباب، خلي بالك دي كده الاسباب الدينيه اللي ان شاء الله ترزقك التوفيق. طيب هناك اسباب دنيويه، مثلا انك تصحى بدري، تستيقظ مبكرا. دي مهمه جدا 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 يا جماعه الفتره اللي جايه، والله في غايه الاهميه. انت مثلا لو انت بتصحى الساعه 6 الصبح تصلي الفجر وتبدا يومك، وخلصت الساعه 10 بالليل، فانت كده يومك ما شاء الله ما شاء الله مثلا 16 ساعه، ونمت ال8 ساعات عادي. طب ماذا لو انت بتنام بالنهار؟ هتنام برضو ال8 ساعات او الاقل، بس يومك مقلوب، يومك مضروب. فالصحيان بدري مهم قوي قوي قوي. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان انت تنظم يومك. وانا مش هكلمك بقى في تنظيم وقت والكلام ده عشان انت خلاص اتهريت وسمعته كتير جدا جدا وحفظته تقريبا، ولكن يا قلبي هكلمك على حاجه بسيطه جدا وتركايه تعملها عشان باذن الله يومك يمشي بشكل مظبوط. انا والله يا جماعه كمحمد هوريكم كده حاجه لايف. هنسك مني سايق، انا اسف والله. شايفين ده يا جماعه؟ انا ماشي بدي، انا ما بسيبهاش. يعني انا لو خرجت من غير دي بحس حاجه ناقصاني. ماشي. ايه دي بقى؟ النوت بوك بتاعتي. دي النوت بوك بتاعتي، بكتب فيها مهامي اليوميه والاسبوعيه وساعات الشهريه. خلاص، لازم. انا ما بعرفش اتحرك من غيرها. انا لو خرجت من غيرها بحس ان انا نسيتي في البيت والله. فاهمين؟ فاكتب اكتب مهامك اليوميه، اكتب مهامك اليوميه. خلاص. وعشان خاطري ما تافورش، يعني ما تبقاش واد اوفر. يعني مثلا انت سمعت النهارده الفيديو فتحمست جدا وبتاع ويلا نكتب المهام، كتبت لك النهارده لحد لما تيجي تنام 10 مهام. طب قلبي ما هو ده تحقيقه مستحيل، ما هو ده مستحيل تحقيقه، مش هينفع تحققه. فاعتدل في كتابه المهام.